بونجوار لو ماروك. السلام عليكم خوتي خواتاتي. عارف بان بزاف ديال الناس كيتسناو هذا الفيديو، كيتسناو يعرفوا شنو وقع بطبيعه الحال مورا الجلسه ديال اليوم لو 24. قبل ما نبدا كنشكر كاع الناس اللي راسلونا، كاع الالاف الميساجات اللي وصلونا في لاباج، الميساجات اللي وصلونا في التليفون واتساب، المكالمات. شكرا بزاف للصحافه المستقله اللي وقفات في جنبنا اليوم، اللي حضرات بقوه. الصحافه الحره، الصحافه اللي قبل ما تجي ربما تدافع او لا قبل ما تجي انها يعني تحضر المحاكمه سكيزوفرين او لا محاكمه رضوان السرموح، فهي كانت من اجل محاكمه الحريه التعبير، محاكمه حريه الراي. بطبيعه الحال كناس اللي في الدومين وعارفين شنو كيعني انك تقول واحد الحاجه اللي هي ضراك، توصل واحد حريه الراي ديالك الشخصيه بدون قيود وبدون ليميت وفي اطار الاحترام. شكرا للمحامون اللي جاوا اليوم، اللي بطبيعه الحال كان لنا الشرف انه يكون عندنا مؤازرين بهذا الحمد لله بهذا النيفو بهذا العدد. شكرا على رأسهم بطبيعة الحال المحامي رئيس هيئة المحامين السي الأستاذ إسحاق. شكرا يعني النقيب المحامين السيد مقار، المحامي والأستاذ بن جعفر، والمحامي والأستاذ خفيف. فكنشكركم بزاف على المؤازرة ديالنا اليوم. باش نجيكم من الاخر باش تعرفوا شنو وقع اليوم ما جاش لا إلياس العماري ولا المحامون ديال إلياس العماري ولا اثر للطرف الاخر اللي هو المشتكي. اذا اليوم تفاجئنا بكل صراحه، كنا كنتوقعوا على الاقل يجي محامي واحد من طرفهم. فالسؤال ديالنا كان ما عرفناش واش خوف، واش ربما يعني ما مسوقينش، او لا هذا كان لعب الدراري الصغار. مي بون، حنا ثقتنا في القانون، بما انهم جاتنا استدعاء فاحنا احترمنا المؤسسه ديال الدوله اللي هي المحكمه. فشنو كتنتظروا من انسان ما احترمش مؤسسه ديال الدوله، ما احترمش المواعيد ديالها؟ شنو كننتظروا من انسان هو والمحامون ديالو والناس يعني اللي ربما الناس اللي دايرين به ما احترموش مؤسسه ديال الدوله، ما احترموش يعني المواعيد؟ غادي يحترموا شعب، غادي يحترموا مؤسسات اخرين لو انه ولا رئيس حكومه. لا قدر الله المغرب ربما باقي مزيان وباقي فيه شي خيرات بالنيه ديال المغاربه، حيت حنا باقي الحمد لله المغاربه باقي الناس صافيين، فالنيه كتغلب. ما نجحش هذا السيد، لو نجح كونوا متوقعين انها كانت غتكون كارثه فكريه، كارثه انسانيه والديكتاتوريه الديكتاتوريه على جميع المقاييس. مي الحمد لله اليوم بالنسبه لنا احنا كجلسه اولى هذا انتصار. فلو فيت ديال انهم ما جاوش، بون احنا ما غاديش ندخلوا واش خوف ولا ماشي خوف. فالمحكمه بطبيعه الحال خصات واحد الغرامه للجهات المشتكي على عدم الحضور، وفي نفس الوقت سيتم استدعاء المشتكي شخصيا هو ودفاعه والمحامون ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم في الجلسه المقبله اللي غتكون لو 21 نوفمبر 21 نوفمبر ان شاء الله. الشهر يعني من هنا شهر تقريبا غيكونوا حاضرين ان شاء الله، وغيكونوا مفاجآت بالجمله، مفاجآت ثقيله اللي غيحضروا شخصيات كبيره جدا وزينه في البلاد ان شاء الله. فكنعاود نشكركم بزاف على المسانده ديالكم كفانز، كمتتبعين، كناس صحفيين، كحقوقيين، كمغاربه، كرجال. من الاخر كنشكركم بزاف على المسانده ديالكم، وان شاء الله الرحمن الرحيم المعركه باقي ما انتهتش وسوف ننتصر ان شاء الله. فهذه قبل ما تكون معركتي او لا معركه الطاقم البرنامج، فهي معركتكم، وصوت الشعب ان شاء الله لا ينتصر. شكرا بزاف وكنحماقوا عليكم. كان معكم رضوان السرموح، السلام عليكم.